واش عمرك فقتي من حلم وبقيتي دقيقة كاملة ما عارف واش كنتي في حلم ولا في الواقع؟ واش عمرك حلمتي بشي حاجة وحسيتيها حقيقية أكثر من حياتك نفسها؟ دابا ركز معايا، حيت كل ليلة وانت كتنعس كتدخل لعالم سري دماغك ما كيشرحوش ليك. الناس كيظنوا النعاس غير راحة، ولكن الحقيقة النعاس هو واحد من أخطر وأعقد العمليات اللي كيديرها الدماغ ديالك. ملي كيهبط الليل الجسم كيبدا يفرز مادة سميتها الميلاتونين، وكيعطي إشارة للمخ نسدوا العالم الخارجي ونبداو الخدمة الداخلية. كتدخل في النوم الخفيف، أي صوت يقدر يفيقك. من بعد كتوصل للنوم العميق، وهنا الجسم كيصلح راسه، العضلات، المناعة، الطاقة، بحال اللي عندك ورشة إصلاح شغالة وانت ما حاس بوالو. ولكن المرحلة الأخطر هي مرحلة الأحلام. في المرحلة اللي كيعيطوا ليها الREM الدماغ كيولي نشيط بحال اللي راك فايق 100%، ولكن الجسم كيتشل مؤقتا. علاش؟ باش إلا حلمتي باللي كتجري ولا كتضارب ما تبداش ديرها في الحقيقة. دابا السؤال الكبير، علاش كنحلموا؟ بعض العلماء كيقولوا الأحلام هي طريقة باش الدماغ يرتب الذكريات ديال النهار. علم النفس كيقول الأحلام هي صوت العقل الباطن، الخوف، القلق، الطموح كيخرج في شكل صور ورموز. ولكن الحاجة اللي كتخلع شوية هي أن الدماغ في ذاك الوقت ما كيفرقش بين الحلم والواقع، بالنسبة ليه داك الشي وقع بالصح. لهذا كتفيق وقلبك كيضرب بسرعة، أو لا كتفيق حزين أو لا فرحان بسبب حلم فقط. تخيل معايا، ثلث حياتنا تقريبا كنعيشوه في النوم، يعني جزء كبير من حياتك كتدوزو في عالم داخلي ما مفهومش 100%. واش هاد العالم غير إعادة ترتيب أفكار، ولا فيه أسرار مازال العلم موصلهاش؟ قل لي في التعليقات شنو أغرب حلم باقي عالق في راسك حتى اليوم. وإذا كان كيعجبك هاد النوع من المحتوى ووصلتي حتى لهنا، ما تنساش تدعمنا بلايك